اللي سأل على النابت ان هو عايز يعرف هو بيتبل ازاي، يبقى الفيديو ده ليه. بصوا ده نص كيلو فول. انت بتروحي للعطار بتقولي انا عايزه فول بلالي، هو بيديكي بقى شو انت عايزه تجيبي نص كيلو كيلو على حسب الكميه اللي انت عايزاها. بصي بقى دي ميه من حنفيه عادي جدا، مش اللي هي الفتره دي، وبتنزلي بالفول. تنزلي بالفول كله اهو. هنسيبه كده لتاني يوم، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. النهارده اليوم التاني اهو. بصوا الفوله بقت عامله ازاي. هغسلها وهحط لها ميه نضيفه تاني. اديني غسلته اهو وحطيت له ميه نضيفه تاني. ده اليوم التاني في التبليل بتاع النابت. النهارده اليوم التالت اهو. اهو الفول بصوا بقى عامل ازاي. بصوا طلع السبان بتاعه اهو كده، يعتبر استوى كده. ايه اليوم التالت هو اصلا عقبال ما تيجي انت تعمليه يكون هو سبن كله. احنا بنجرب ايه نعمل. هصفي الميه دي وهغسله غسله كويسه ونحطه في مصفى لحد الصبح. انا دلوقتي بالليل. الصبح يكون ان شاء الله اتعمل. طبعا لو لقيتي حاجه مثلا بايظه زي دي كده شيليها. ماشي اهو كله تقريبا. ده انت لو قعدتي يوم كمان هيتسبن كله. طبعا انت عشان احنا في حر فهنحطه في مصفى لحد الصبح بس يتهوى كده، وبعد كده نرجع نحطه في ميه تاني. انا غسلته اهو وحطيته في مصفى. هسيبه لحد الصبح وهرجع اشوفه لو ما طلعش سيبان، لان هو بيختلف يعني ما بين الفوله والفوله. لو ما طلعش اللي هو السيبان بتاعه، بص هو قرب يطلع اهو. بصي يعني لو بصين اهي بتطلعها بايدك اهي، بس احنا عايزينها تطلع طبيعي. اول ما هتطلع، لو هي طلعت لحد الصبح خلاص يعني نسويه كل حاجه. لو ما طلعش هنرجع نحطه في ميه تاني. هو يوم واحد وخلاص كده يبقى هو كده استوى، يبقى هو كده نوعيه الفول بتاعته. نرجع احطه للميه تاني واسيبه لاخر اليوم وهسويه ان شاء الله. اهو حطيته في ميه تاني. انت لو ركزتوا هتلاقي اصلا تقريبا سبن كله اهو. ابتدى يطلع، بس هو كده يبقى الفولايه ما بتسبنش بسهوله يعني. خلاص كده خلاص كده يعتبر ان انت ينفع تعمليه نبت عادي. بصوا بقى يا حبايبي اهو كده خلاص. بص ما دام الفولايه كبرت بالحجم ده كده خلاص كده يعتبر خلاص كده بقى نابت. هنعمل بقى شويه نبت حلوين. دي ميه اهي من حنفيه برضو او فلتر زي ما انت حابه، وبنزل بقى بالكميه اللي انا حباها. ماشي. على فكره انت الحبه اللي هم بيتبقوا دول انت بتغسلي الميه دي، بتدلقي الميه دي وتغسليها تغسليها كويس تحت الحنفيه، وبعد كده بتحطيها في علبه وتروحي حاطه فيها ميه نظيفه برضو، وتروحي مغطيه العلبه حطها في التلاجة. وقت الاحتياج طلعي اعملي منها، بس نصيحه ما تكتريش اكتر من 3-4 ايام عشان هيمزلق معاكي. هنكمل الكميه. انا قلت النهارده نتغدى بقى شويه نابت. البيت كله طبعا عيان، ربنا يشفي كل مريض. وطبعا النابت ده ينفع مع مرضى البرد واللي عندهم اللي عندهم وجع في معدتهم. خلاص كده تمام. هننقلها على البوتاجاز اهي. بصوا بقى هي هناخد انا بحط طماطميتين، حبتين طماطم يعني، وبصلتين وقرن فلفل. ما تفتحيهوش عشان ما يبقاش يعني ما ينزلش الحرقان بتاعه في النابت. طبعا عشان لو عندك اطفال، لو انت مش عندك اطفال عادي يعني وبتحب السبايس.
وايه وهنعصر الليمونه وهنحط قشره الليمونه. بصي بقى ده ايه البصل هنزله سليم كده. بصوا بقى معلش انا بقى عندي ايه طريقه في حططان الطماطم. انا بحب اضغط عليها بايديا كده، معلش بقى ايه، بس انا يعني انا غاسله ايديا، انا بغسل ايديا 50 مره يعني. بس هي طبعا ما تفعصتش لان هي مش طريه، هي لو طريه كانت تبقى احلى. ماشي اهي. انت بس تحاولي انك تنزلي الميه الحمار بتاع الطماطم والقرن الفلفل اهو. وبصوا بقى ايه الليمون هعصره عصره كده، علشان الليمونه دي على فكره بتخلي النابت ما يسودش معاكي اهو. بتنزلي القشره بتدي نكهه حلوه برضو اهي اهي كده تمام. وهننزل ملح وكمون وفلفل اسمر فقط. بصوا النابت ما مش بيتضاف له اي بهارات تانية، هو ده البهارات بتاعته. ما تحطلوش اي حاجه، لان انت لو حطيت له اي حاجه خلاص كده هو بقى طعمه اي طعم تاني. لكن هو النابت هو حلاوته ملح كمون فلفل اسمر، بس عشان معدتك حتى ما تتعبكيش. وما اسمه نابت عشان بيبقى خفيف على المعده. بصوا بيغلى اهو. بصوا يا جماعه والله العظيم، بصوا انا نفسي تيجوا تشموا الريحه بتاعه النابت، قلب البيت حرفيا. بصوا بس يا لولي، بصوا النابت، بصوا زبده زبده والله. انا هسيبه طبعا لحد ما يستوي، وطبعا انت بتملحيه على حسب ذوقك يعني. بصوا انا طلعت واحده. بصوا مهريه بزبده كده استوى. هقدمه نابت طبعا يعني اطباق استانلس. بصوا مين زي بيحب يحط السمنه على النابت ويشربه بيبقى رائع. جربوا الفكره ده تعجبكم قوي. هغرف بقى النابت لما تحط عليه سمنه تحفه. طبعا انا حبيت اوريكم النهارده السفره اللي انا عاملاها، اكل بسيط جدا يعني. وطبعا ايه ولا مكلفه ولا اي حاجه، وكله نعمه من عند ربنا. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير. بحبكم في الله. سلام عليكم.